نفر هيرو. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس قوي، بس مش عاوز السيدات والبنات يزعلوا مني. هنتكلم عن موضوع تعدد الزوجات. المصادر التاريخية اللي عندنا كلها تؤكد ان تعدد الزوجات كان معروف ومقنن في كيمت، وكان منتشر بين الطبقات العليا كالأمراء والملوك، إلا إنه كان نادر الحدوث بين أفراد الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، وده طبعا بسبب الظروف الاقتصادية. ده ما يمنعش إن الكيميتيين كانوا بيحترموا حقوق زوجاتهم جدا وبيعدلوا بينهم كمان. بالنسبة للملوك، لم يكن التعدد بهدف المتعة، لا خالص، ده كان لأهداف سياسية ودبلوماسية. على المستوى المحلي، كان الملوك بيناسبوا حكام الأقاليم أو العائلات الكبيرة ذات النفوذ لضمان ولائهم. مثال على ذلك زواج الملك بيبي الأول من بنت أحد كبار رجال الدولة. وعلى المستوى الدولي، كان الملوك ممكن يناسبوا الحكام الأجانب لدعم الروابط الدبلوماسية بين الدولتين. من أمثلة ذلك زواج الملك رمسيس الثاني من الأميرة الحيثية ابنة الملك خاتوسيل، وده كان بهدف الحفاظ على السلام بين الدولتين، على الرغم أن رمسيس الثاني كان متزوج من نفرتاري وهي زوجته المفضلة. كان متزوج كمان من بنت عمه إيست نوفرت، وكتير متجوز زيجات كتير أخرى. كمان رمسيس الثاني تزوج بنته ميرت أمون، بس ده كان زواج سوري فقط عشان يمنحها لقب الزوجة الملكية. مثال آخر زواج الملك أمنحotep الثالث من سيدات من أشور ومن بابل ومن ميتاني، ده رغم حبه الشديد لزوجته المصرية الملكة تي اللي هي أنجبت له أمنحotep الرابع إخناتون. في كمان قصة مثيرة تخص أمنحotep الثالث. أمنحotep الثالث لما تزوج الأميرة الميتانية جلوخيبيا حضرت إلى مصر وجابت له معاها هدية زواج. عارفين إيه هي هدية الزواج دي؟ جابت له معاها 300 بنت عذراء على سبيل الهدية. والملك تحتمس الرابع لما تزوج من أميرة ميتانية كان اسمها موت أويا أنجب منها أمنحotep الثالث، وده سبب له مشكلة عند توليه العرش بعد وفاة الأب، لأن ما كانش مسموح لأبناء الزوجة الأجنبية بوراثة العرش أو بحكم مصر. وفي أمثلة أخرى عديدة: الملك خوفو، الملك تيتي الأول، الإمبراطور تحتمس الثالث، وملوك غيرهم كتير. كل منهم كان عنده زوجة أو أكتر من زوجة. أما رمسيس الثالث فقد كانت له زوجات كثيرات، والحقيقة ده كان هيكلفه حياته، لأن كل واحدة من الزوجات كانت ترغب إن يكون ابنها هو وريث العرش. لذلك في واحدة منهم تآمرت على الملك وحاولت اغتياله. ده ما يمنعش أبدا إن كان في حالات إيجابية جدا، زي حالة النبيل أميني، وده عاش في عصر الدولة الوسطى. كانت له زوجتان، كل زوجة منهم كانت مخلفة بنات ومسمية بناتها على اسم الزوجة التانية. ده دليل على إيه؟ دليل على الحب والتفاهم والتآلف اللي جمع بين الزوجتين. ربنا يهدي كل زوجاتنا. يعني التعدد أصله مصري، كلمة أصل كل شيء.